السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، صحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم راح تكون مملحات. مازلنا مع المملحات الرمضانيه. هي ميني همبرجر بعجين سحريه قطنيه وهشة، ويجي بزاف خفيف، يعني صنع منزلي. نبداو على بركة الله. اول حاجه اللي نبداو بها هي العجينه. عندي 3 كيسان كبار تاع الفارينه. انا كيس بالكيسان بالكاس تاع الكازوز. الكاس اللي راني مكيله به الحليب هو نفسه. عندي كاس تاع حليب يكون دافي. بيضه كامله، ملعقه ونصف تاع خميره الخبز. وعندي ملعقه كبيره تاع الزبده عفوا. وعندي الملح، وعندي ملعقه صغيره تاع السكر. اول حاجه حطيت البيضه، ومن بعد حطيت الملح والسكر، ونزيد الخميره ملعقه كبيره ونصف. نخلطهم مليح. نبسس العجينه تاعي بالبيض كيما راكم تشوفوا. من بعد نبدا نزيد الحليب تدريجيا. الحليب نبقاو نزيدو بشويه، ما ديروش على دفعه واحده. تما نبقاو نزيدو بشويه. نلمو العجينه وانا نزيدو في الحليب بشويه. هنا راني كملت الكاس، والعجينه تاعي راهي مازالت ما تلمتليش كيما راكم تشوفوا. زدت لها حوالي ربع كاس، تسمى 3 كيسان تاع فرينات قبلهم كاس وربع تاع حليب دافي كيما راكم تشوفوا. العجينه تاعي راهي شويه تتلاصق. زدت لها حوالي ملعقه تاع فرينه كيما راكم تشوفوا. وقلت لكم زدت لها الحليب استعملت كاس وربع. ونبقى خلط في العجينه تاعي حتى تتلم. هنا بعد ما لميت العجينه تاعي نجي ندير لها الزبده كما راكم تشوفوا. درت لها الزبده وحطيتها في البلان دو طرافاي تاعي، وبديت نعجن في العجينه تاعي، وندخل كامل الزبده هذيك في العجينه كما راكم تشوفوا. الزبده هذيك راهي خرجت. ما تخافوش منها، نورمال. ابقاو تعاجنوا فيها وتدلكوا فيها حتى تتلم لكم مليح، وتدخل الزبده هذيك كامل في العجينه تاعنا. هنا درت لها حوالي رشه تاع فرينه فقط. هنا ها كيما راكم تشوفوا، هاي العجينه تاعي تلمت لي. ما درتش الفرينه مره، غير رشه واحده. خليتها تختمر لمده 20 دقيقه، وليت ليها. هاي ليك العجينه تاعي بعد اختمرت. نجي ندي غازيها كيما راكم تشوفوا. نعاود ندلكها حوالي 5 دقائق. من بعد نشكلها على شكل حربوش، ونجي نقطعها باش نكورها. الكمية هذه تاع 3 كيسان تاع فرينة خرجت لي حوالي 12 حبة كما راكم تشوفوا. هنا انا ما كيلتهمش. اللي عندها الميزان من الاحسن تكيل بالميزان، يعني باش يخرجوا لها سوا. يعني انا عيني ميزاني وخرجوا لي سوا، خرجوا لي كامل قد بعضهم كما راكم تشوفوا. ما درتهمش كبار وما درتهمش من يعني صغار بزاف كما راكم تشوفوا. نكمل نكورها. جبت البلاطو تاعي، درت فيه بابي كويسون، وحطيت الكويرات تاعي. كي عود ما عندكش بابي كويسون تقدري تدهني البلاطو تاعك بالفرينه وتحطي العجين تاعك. هنا نزيد نخليها تختمر للمره الثانيه. دهنتها بصفار بيضه. انا درت غير الصفار مع غير شويه تاع بياض فقط. ودرت لها جلجلانيه من فوق كما راكم تشوفوا. كاين حبات اللي درت لهم الجلجلانيه، وكاين حبات اللي درت لهم السينوج. ديري يعني تي واش تحبي. هنا نزيد نخليها تختمر للمره الثانيه.
كنت ديجا شعلت الفرن تاعي على نار عاليه. هنا كانت اختمرت لي وضاعف الحجم تاعها، اللوحه في الفرن وخليها طيب بعقلها. هاي ليك هنا في الفرن ضاعف الحجم تاعها واختمرت وطابت. شعلت لها تسخن من فوق. هنا راهي طابت كما راكم تشوفوا، شكلها مراوي شهي جو يعني ما شاء الله. تحمروا من فوق ومن تحت هنا وهما سخونين كما راكم تشوفوا. نغطيهم بطرشونه ونخليهم حتى الوقت اللي راح نعمروه فيهم زعما هما سخونين هكذاك. طول نغطيهم بالطرشونه وخليهم. عندي هنا نصف صدر تاع دجاج رحيت معاه حبه بصله صغيره، عندي توابل ثوم فلفل احمر زنجبيل كزبر فلفل اسود والملح. عندي حوالي ملعقتين تاع الزيت وزوج ملاعق تاع لا شابلور. قلت لكم هنا عندي نصف صدر تاع الدجاج درت له التوابل كما راكم تشوفوا. كي يعود عندك ثاني توابل الدجاج او توابل الشاورما زيدهم لهم. درت لها حوالي ملعقتين تاع الزيت وملعقتين تاع لا شابلور. لا شابلور يعني باش الدجاج تاعنا يجي طري ما يجيش يابس. نضاعفوا الكمية. هنا درت كمية من الزيت في يدي وجيت كورتهم بهذا الشكل يعني باش يسهل علي العملية ما يلصقوش في يدي كما راكم تشوفوا. يعني نصف صدر تاع الدجاج خرج لي كمية ما شاء الله لاباس بها يعني طبق عائلي تبكل لك حتى ل5 أشخاص كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملت كورت كامل الدجاج تاعي. كنت حطيت المقله تاعي تسخن، درت لها كميه من الزيت كميه يعني قليله ماشي بزاف، وحطيتهم يتقلاو ويتحمروا كما راكم تشوفوا. الشكل يعني ماهوش دائري كاين يعني المول سبيسيال تاعهم باش يجي شكلهم دائري وما يفسدوش. انا راني داسهم باليد فقط. هنا الدجاج تاعي نقصته الغاز يعني ما تزيدوش للغاز يزرب يحمر لكم ويبس. نقصوا للغاز وخليوه يطيب بعقله ثم النار متوسطه يعني ماشي ناقص بزاف. هنا بداو يتحمروا لي من تحت، جيت بديت نقلبهم كما راكم تشوفوا. الحجم تاعهم راهو ما تقلش ثم بقى هو هنا طابوا. جيت نحيتهم وحطيت الكميه الاخرى الطيب كما راكم تشوفوا. وفي جهه اخرى جبت طاوة تاعي درت فيها ملعقة تاع زبدة وملعقة تاع الزيت وحطيت كمية من البصلة كما راكم تشوفوا. تتكاراميليزا البصلة تاعنا تجي يعني بزاف بنينة في الهمبرجر بنتها يعني وحدها. من بعد هنا راهي طابت ايش راهو واجد. دوكا نروحو نعمروهم. عندي كمية من الطماطم مقطعة شرائح، البصلة ثاني شرائح، عندي السلطة وعندي جبن تشيزي هذا الخاص بالهمبرجر، وعندي البصلة اللي طيبناها، وعندي الدجاج تاعي، وعندي صوص الجيريان. هنا درت فيها كمية من المايونيز، ملعقة تاع الفرماج هريسة، ملعقة تاع الطماطم مصبرة دبشة، والفلفل الاسود، والملح رشه فقط بيسك الفرماج راهو مالح والمايونيز فيه ثاني الملح. ثم الملح ما تكثروش تقدروا يعني ما ديروش مره. نخلطوها جيدا. انا نجي نحل الخبز تاعي كيما راكم تشوفوا جاي يعني قطني وهش من داخل، جا بزاف خفيف كيما راكم تشوفوا. اول حاجه درت لاصوص تاعي، من بعد زدت الطماطم، زدت الدجاج، البصله اللي كنا طيبناها. كاين اللي يحب البصله طايبه وكاين اللي يحبها النيه كيما راكم تشوفوا. زدت الفرماج تاعي والسلطه وحطيتها. نكمل نعمرهم كامل بنفس الطريقه كيما راكم تشوفوا. كاين اللي درت فيه البصله نيه وكاين اللي درت فيهم البصله طايبه، بصح انا يعجبوني بالبصله الطايبه خير.
بصلة يعني الطايبة هذيك تجي بزاف بنينة. كي تطيبي راح تذبل ما تبانش اصلا بلي فيها البصلة. نكمل نعمرهم كامل ونروح نشوفهم في صحن التقديم. هالي لي زومبرغر تاعي بعد ما عمرتهم وديكوريتهم. انا رافقتهم مع لي فريت، تقدروا ترافقوهم مع اي حاجه. جاو يعني بزاف بنان وخفاف وبنتهم، يعني ما نحكي لكمش حتى نجربوها وتعرفوا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. جربوها. راني خليت لكم رابط جروبي على الفيسبوك والانستغرام تاعي في صندوق الوصف، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.